السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه مشتركش يا حبايبي في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد، ولايكات كتير وكومنتات اكتر. بجد كومنتاتكم بتفرحني جدا وبتشجعني جدا وبتخليني اكمل معاكم. ربنا يا رب يديمكم في حياتي. انا بقى النهارده نزلت جبت مشتريات السوق من السوق، حاجات كده يعني تكفيني بقى 10 ايام 15 يوم زي ما تكفي معانا اهو. وطبعا ماما جت معايا يا جماعة. طبعا انا مش بعرف اشتري اي حاجة من السوق على فكرة عشان بس تكونوا عارفين. فطبعا ماما كانت معايا. جبنا بقى اللي وراك ديت، جبنا 2 كيلو وشوية، يعني مثلا 2 كيلو 200 جرام 300 جرام. إيه قطعت معانا الكيلو واحد، الكيلو ب85 جنيه. كيلو اللي وراك ب85 جنيه. الأول كنا بنجيبها ب50 و45 والله. الأسعار بصراحة يعني مش عارفة أقولكوا ايه، مش عارفة هنعمل ايه في رمضان أصلا. يعني رمضان محتاج طبعا أكل كويس وكده، مش عارفة هنعمل ايه. وجبت ورقتين رقاق ان شاء الله نعملهم مع بعض. اللي نص كيلو ب15 جنيه. جبت 3 كيلو طماطم حلوة اهيت ومش مستوية قوي وحمرا. جبتها بالكيلو ب10 جنيه. جبت بقى انواع مكرونة معوجة اهو. انا بحب الانواع المكرونة مثلا معوجة اقلام قوقعة، حاجات من دي انا بحبها. الاقلام بقى ان شاء الله هنعملها معاكم بمكرونة بشاميل باذن الله. والمكرونة القوقعة اهي حلوة قوي برضك ومش بتتحمل في المية. الكيس ب22 جنيه. جبت برضك ربع كيلو عدس، معرفش كان ب13 او ب15 جنيه، مش فاكرة قوي. نص كيلو فول حلو قوي لما بيتدمس، جميل والله العظيم، احسن بجد مليون مرة ما تشتريه من بره. وحاجة كده مضمونة في البيت وانت عارفة انت عاملاها ازاي. وجبت كيلو سباكيتي، مكرونة سباكيتي حلو قوي برضه. بحب كده اعملها يعني الواحدة بحالها كده، تحطيها كده في قلب الشوكة وتقعدي تلفي كده وتاكلها، يا سلام يا سلام. وجبت كيلو شعرية. معلش يا جماعة أنا اسفة بجد، تعبانة بقالي كام يوم. وجبت مكرونة لازانيا حلوة قوي، طعمها حلو قوي. ان شاء الله باذن الله لما نجيب اللحمة المفرومة نبقى نعملها مع بعض. وجبت جلاش، ورقة جلاش، احنا عملنا مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة والجلاش بالجبن. اللي لسه ما شافش الطريقة يخش على القناة بتاعتي ويلاقيها. وان شاء الله بقى نعمل الجلاش دوت بالمكسرات. وجبت بقى كيس الملح دوت، كان اخر جنيه معايا، قلت اما نجيب كيس ملح. الرز دوت الكيلو بقى ب25 جنيه. انا مش عارفة بجد ده ازاي. جبت 4 كيلو، يعني 4 كيلو ب100 جنيه الرز بس. انا بجد مش عارفة هنعمل ايه في رمضان، بجد والله العظيم حد يقول لي هنعمل ايه في رمضان. رمضان دوت يعني عايز اكل مثلا كويس وكده، بنبقى صايمين طول النهار مثلا، فجأة هناكل ايه؟ هناكل ايه؟ طب احنا الحمد لله مثلا بتعدي وان شاء الله هتعدي باذن الله، امال بقى الناس الغلابه هتعمل ايه؟ بجد بجد ربنا يطولنا برحمته يا رب. انا بقى جبت 4 كيلو بطاطس ب10 جنيه بطاطس. جبت 4 كيلو. كان البطاطس دي كان ال5 كيلو ب10 جنيه اصلا، يعني الكيلو ب10 جنيه صعب قوي. جبت بقى كيوي، كيلو كيوي. بصراحة انا بقالنا زمان قوي من بعد ما غلت بقت ب60 جنيه، ما عدناش بنجيبها، ما جبناش خالص. فانا بصراحة كان نفسي فيها والاطفال اللي عندنا نفسهم فيها، فقلنا بقى نجيب كده، نشبر على نفسنا كده ونجيب كيلو. طبعا احنا خلصناها، يعني احنا اصلا من ساعة ما اول ما جت كنا منها على طول والله العظيم. طعمها حلو قوي، بحبها اللي هي المزازة بتاعتها ديت تحفة. وجبت نص كيلو خيار اهو ب8 جنيه. نص كيلو ب8 جنيه، جبت نص بس. بس بصراحة الأسعار مش عارفة أقول ايه بصراحة، يعني الحمد لله. وجبنا نص كيلو فلفل
اللي نص كيلو ب15 جنيه، يعني الكيلو ب30 جنيه. يعني ازاي؟ مش عارفه. انا كنا بنملى الدرج الاخير بتاع التلاجة فلفل، ما شاء الله كنا بيبقى عندنا اكتر من كام كيلو. دلوقتي احنا بنجيب نص بس، جبنا نص بس وب15 جنيه. يعني مش عارفه بجد يعني. الحمد لله. بس هنعمل ايه؟ مش هناكل مثلا؟ لا هناكل. جبنا بقى ملوخيه، الكيس ب10 جنيه. احنا بصراحة أنا أول مرة نجرب الأكياس اللي هي الملوخية دي. جربناها قبل كده وطلعت حلوة قوي، يعني عجبتنا. الكيس ب10 جنيه. وجبت بقى كيلو لحمة من عند فتح الله. الكيلو دوت كان عامل 100 حاجة و70. 100 حاجة، هو كان كيلو وشوية اهو. 100 حاجة و70، 176. 176 يعني كيلو 50 جرام. اللحمة ديت حلوة، احنا جربناها كذا مرة وهي جميلة أصلا. وجبت بقى 2 كيلو فراولة، الكيلو ب15. برضو هي ما استنتش، احنا عمالين اصلا ناكل فيها واحنا واقفين. مسكرة وحلوة بصراحة. هنعمل مثلا ناكلها، ناكل اللي ناكله ونعمل الباقي عصير ان شاء الله. طعمها حلو ومسكرة. واللي كانت بكام؟ ال2 كيلو كانوا ب30 جنيه. معرفش هي الاسعار ديت عندكم كلكم ولا عندنا احنا بس ولا ايه بالظبط. جبت بقى 2 كيلو سمك روسي في السوق. ده العشق يا جماعة، طعمه خطير. انا عملته معاكم قبل كده. سمك اللي هو في الصينية السنجاري، بس في ناس كتير طلبته مني تاني، وان شاء الله هبقى انا لما اعمله باذن الله هنزله لكم. بجد بجد طعمه تحفة. ولا التتبيلة بتاعتها والله العظيم بجد خطيرة. جربوها وهتحبوها أوي من الطريقة اللي انا بعملها. انا بقى طبعا غسلته ونقعته شوية بملح وليمون وحبة خل. طبعا بقى غسلته كويس قوي. هي ديت يا جماعة المشتريات بتاعتنا. بجد بجد الواحد مش عارف هيعمل ايه بجد في رمضان، والله العظيم بجد الاسعار فعلا غالية قوي. ف يعني الواحد مش عارف هياكل ايه في رمضان. يلا كل سنة وانتم طيبين. ويعاد علينا الايام بخير يا رب. ويا رب يرحمنا برحمته. بجد يعني الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها. هي دي بس المشتريات بتاعتنا. تكفينا بقى اسبوع، تكفينا 10 ايام زي ما بتكفي معانا. اهو. واصلا ما نجبناش، يعني احنا بس جبنا شوية خضروات، ما نجبناش مثلا اللحوم. يعني الحاجات ديت لسه هنحتاج لحوم، مثلا بقى البانيه بقى، اللحمة المفرومة، حاجات من دي. بس احنا قلنا كده نجيب حاجات خفيفة كده. ودي يا جماعة مش حاجات رمضان، دي حاجات لسه ما جبناش اي حاجة من حاجات رمضان بصراحة. فديت حاجات الاكل بتاعنا العادي. لسه ان شاء الله لما نجيب باذن الله حاجات رمضان هنزلها معاكم ان شاء الله. بجد لايكات كتير بقى وكومنتات اكتر، بجد بتفرحوني جدا بالكومنتات بتاعتكم. انا مبسوطه بيكم والله العظيم. ويا رب تكون القناه بتاعتي بتعجبكم و... ويدومكم في حياتي يا رب. ودايما كده بتشجعوني وبتفرحوني. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. ادعولي في الكومنتات، تقولي كده كومنتات حلوه زيكم كده. وبس. وديت كانت المشتريات بتاعتنا. وشجعوني كتير. يلا باي باي.